الخير لأول فلوج لينا مع بعض. النهاردة هيبقى فلوج أول يوم كلية. بجد أنا متوترة حبة حلوين، ولكن إن شاء الله هيبقى يوم حلو جدا، وإن شاء الله يبقى الفيديو حلو ليكم وتستمتعوا فيه كده كتير. والفيديوهات بتاعتنا كتيرة لسه جاية، هيبقى فيديوهاتنا كلها هتبقى عن سكين كير وهير كير وبودي كير، أي حاجة فيها كير. وكمان هيبقى فلوجات، واي حاجه عايزين تسالوني عليها تسالوني عليها على المكان التاني، وانا هرد عليكم كلكم في اي وقت، واي سؤال عايزينه فانا هبقى موجوده. وكمان النهارده بقى هتشوفوا كل حته انا يعني عقبال ما اروح الكليه هوريها لكم احنا بنوصل واول ما ندخل الكليه والكلام ده. فعايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عايزين تعملوا شير يلا اعملوا. وطبعا ما ننساش الاذكار بتاعتنا بتاعت الصباح. كمان عايزه اقول لكم على الكتاب ده، بجد اسمه قهوه صباحيه مع النفس. بجد هو حلو جدا. هو بيتكلم عن حوالي كده 5 مواضيع. تمام، فهو بجد حلو قوي، وكمان بيدي نصايح كويسه جدا، ولو احنا كل واحد فينا اتبعها فهو بجد هيستفاد منها جدا. فانا بقى عايزاكم ان انتوا تنزلوه عندكم مثلا PDF، او لو عرفتوا تجيبوه. انا ما عرفتش اجيبه لان انا دورت عليه كتير ما لقيتوش. فلو حد عارف جاب منين فيكتب لي في الكومنتات وانا هشوفه. فبجد نزلوه، هو حلو جدا بجد. حاليا بقى دلوقتي هقول لكم عن الشنطه اللي انا هاخدها، وهي التوت باج. توت باك بجد هي من اكتر الحاجات العمليه اللي انتوا ممكن تاخدوها شغل، كليات، دروس، كل حاجه، اي مشاوير بجد تنفع. تاخد حاجات كتير، تبقى عمليه جدا، وتخلي شكل الاوتفيت تحفه بجد. يعني هو ده بيبقى اهو شكلها. تمام، فدلوقتي هقولكم هناخد ايه في الشنطه للكليه حاليا. بس عشان انا ما عنديش محاضرات كتير فهناخد حاجات ايه مش كتير. ناخد السكتش بتاعنا، ناخد قلمين، طبعا البوك. طبعا البوك ده بقى بيكون فيه كل حاجتنا، بيكون مثلا كل حاجه تخص الكليه وكل حاجه والكلام ده، مفيش حاجه بقى تانية. وهناخد الهاند فري طبعا، احنا نازلين بس كده. ودي الحاجات اللي انا هاخدها بس النهارده عشان عندي محاضره واحده بس، فما خدتش حاجات كتير معايا. عايزين بقى تاخدوا اي اكل معاكم. بمناسبه الاكل، اللانش بوكس ده يا جماعه مش بس للاطفال ومش بس للناس اللي في المدارس، لا خالص. اللانش بوكس ده ينفع عادي كليات، لشغل، اي حاجه. انتوا لو مش بتحبوا تاكلوا اكل كتير من بره عشان بس ما يكونش ان خطر على صحتكم ويبوظ حاجات كتير على الفاضي. طبعا احنا كلنا بناكل من بره، بنحب الاكل من بره بس ولكن بحدود، بس عشان ايه صحتنا ما تبقاش وحشه على الفاضي. ويلا بينا نكمل. طبعا كلنا بنكون عايزين حاجة نرتاح فيها في الكلية او اي مشوار عموما احنا رايحينه، فاحنا بنحتاج حاجات نكون نرتاح فيها. فبجد انا هقولكوا على شوية حاجات كده بس ان انتوا تعملوها سواء في كلية او في اي حاجة. اول حاجة مثلا في اللبس ان انتوا تلبسوا. في ناس مثلا بتقعد في الكلية وقت طويل قوي، فلازم تكون قاعدة مثلا في لبس مرتاحة فيه وكده. فمثلا ممكن احنا نلبس اكتر في الكليه او في اي مشاوير بنكون نقعد فيها كتير اوفر سايز. ومثلا يكون سواء مثلا البنطلون او اللي احنا بنلبسه مثلا تيشيرت اوفر سايز او اي حاجه من دي تكون مريحه ان احنا نكون ما نتضايقش فيها. كمان زي ما قلنا في اول فيديو على التوت باج. التوت باج بجد دي حاجه تحفه، ولو عايزين تعرفوا انا جبتها منين هتلاقوها على المكان التاني، انا عامله عليها ريفيو. بجد بجد الشنط دي عمليه جدا، فزي ما قلت لكم روحوا على المكان التاني عشان تشوفوا انا جايباها منين. كمان كنت جايبه منهم هودي في الشتاء بجد تحفه، والماتيريال بتاعته تحفه، والشنط اصلا الماتيريال بتاعتها بجد تحفه. فعايزاكم تروحوا على المكان التاني بسرعه عشان تشوفوا حاجه بقى. عايزه اقول لكم عليها اللي انتوا بجد هتلاقوا عليه كل حاجه. ابلكيشن بنترست بجد عليه كل حاجه ممكن تحتاجوها، عليه كل حاجه بجد. يعني دلوقتي هفرجكم شويه حاجات. مثلا اللي عايز حاجه على السكين كير فهيلاقي بجد كل حاجه تخص سكين كير، سواء فيديوز او صور عاديه او اي برودكتس بجد هتحتاجوها ممكن تشوفوها هنا. كمان
اي حاجات انتوا عايزينها مثلا، تكون الصور اللي هي بتكون يعني هوريكم. استنى هوريكم عملي. في كتير مننا بيحتاج صور زي دي كده، مثلا يحطها على صوره في مثلا في فيديوز او اي حاجه من دي، فبيكون محتاجها وبتكون بجد حلوه جدا. فالابليكيشن ده بجد هتلاقوا عليه كل حاجه تحتاجوها وحاجات كتيره بقى كمان. فتحفه، نزلوه بجد عندكم، هتحتاجوه في حاجات كتيره قوي. طبعا احساس اول يوم كليه ده عامل زي احساس اول يوم حضانه، اللي انتوا عايزين تعيطوا خايفين متوترين. فانا مش عارفه، انا اصلا في اي حاجه بدخل عليها جديده فبكون متوتره. حتى كنت كده في ثانوي، كنت كده في كل حاجه يعني زمان. وبجد يعني حاسه إن انا متوتره شويه حبه صغيرين، ان انا اصلا ساعه ما رحت قدمت، ولسه ده هنحكي عليه بقى في فيديوهات تانية وكل ده. بس انا رحت قدمت، كنت اول ما دخلت يعني كنت مستغربه المكان، كنت مستغربه كل حاجه. وهنا كنت بوريكم قد ايه البحر شكله تحفه والسما تحفه. وهنا اول ما وصلت سوتر، وهنا كنت بوريكم المكتبه اللي هو المبنى الرصاصي اللي هناك ده. هنا بقى اول ما وصلت كليه اداب كنت متوتره قوي. وهنا بعد ما خلصت وكده الفلوج يكون. دلوقتي انا بعد ما رجعت من الكليه خلاص، وعايزه اقول لكم بقى التجربه كانت يعني حلوه. وكمان رحنا بقى قعدنا في المدرج الكلام ده، فان شاء الله يعني هصور لكم كل ده بس في فيديوهات تانية بقى. وكمان الجو النهارده كان بجد تحفه، زي ما وريتكم بجد شكل السما والبحر في اول فيديو كان تحفه بجد، كان حلو جدا. والجو كمان كان حلو قوي، اتمنى بجد السنه كلها تبقى شتاء، اتمنى يعني. فان شاء الله يعني في ايام كتير جايه هبقى اعمل لكم فلوجات تانية كتير. وكمان يعني بقى هوريكم الكليه من جوه عامله ازاي والمدرج. ويعني في يوم ان شاء الله كده هنعمل فيديو عن يوم كامل في الكليه، وهنعمل فيه كل حاجه بقى ايه انتوا عايزينها وتطلبوها. واي فيديو عايزين ان انا اعمله او اي فكره ابعتولي على مكان التاني. وطبعا ما ننساش الاذكار بتاعت بالليل كمان، وقد ايه هي بجد مهمة جدا، وبتخلي كده يومنا حلو. وكده برضو يومنا يكون خلص، اشوفكم في يوم تاني، وتصبحوا على خير يا حلوين.